راقصة مشهورة قتلت أبوها بمساعدة أمها عشان تعرف ترقص براحتها، لكنها ماتت بنفس الطريقة. الراقصة زوزو محمد واللي اتولدت في القاهرة سنة 1924 كانت من أسرة فقيرة جدا، ووالدتها عشان تنقل الأسرة لمستوى تاني حاولت تعلم بنتها الرقص، لكن والدها كان معترض جدا، ولما عرف إنها بتتعلم الرقص من وراه حصلت مشاكل بينهم، فوالدتها جات لها فكرة إنها تتخلص منه عشان ما يعترضش طريقه، وبالفعل أجرت قاتل محترف واللي قتله بالرصاص. وبعدها البنت اتجوزت من مساعد مخرج اسمه محمد الجداوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة لأنه كان رافض الانفصال عنها. فضل يلح عليها ويطاردها في كل مكان هي فيه لدرجة انه هددها بالقتل، ولأنها كانت خايفة منه قررت تسيب مصر نهائيا وتسافر على الأردن، بس هو قدر يتعقبها، وخلال تواجدها في صالة رقص ضربها 15 رصاصة أنهت حياتها. والمفارقة إنه خلال التحقيقات الشرطة اكتشفت إن هي ووالدتها اللي قتلوا أبوها، فتم القبض على والدتها وتقديمها للمحاكمة.